في كلمة سور اشتراك داغرن معنا بما بلاكر الجموات دار كافي. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قائدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه وأستفتح بالذي هو خير، فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوة الإيمان والعقيدة، في الجنة لن تشعر بالهم الذي كان عليك في الدنيا. حين تسمع المنادي يوم القيامة ينادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت. في الجنة لن تقع عينك على عين بائس أو محروم. في الجنة كل القلوب بيضاء، لا مكر ولا خداع. أيها الإخوة، دي الجنة دا نهم نغم الدنيا تدي لجنة دا تلقي قورن تشتك كذا تنا نحاسدي ونغل ونمكر ونخداع. الجنة، تعالوا بنا أيها الأحبة نسمع وصف الجنة التي وصفها الله في كتابه والحبيب النبي في سنته عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وعند باب الجنة يخرج شجرة، وعند باب الجنة شجرة يخرج من أصلها عينان، إذا شربوا من الأولى جرت عليهم نضرة النعيم، وخرج منهم ما في داخلهم من كل بأس وأذى. قال لي مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجه ده هندی قاپی جنت دا دارکه ده کوکی و داره دا ده چاوی آف در دکفن گو وقتی اهل جنت جچاوی یکی بدخون جرت علیهم النضرة النعیم، پیرا ملامحی وان جهاتک بیراندن صفتی وان قربو وخرج ما في داخلهم شم من بأس هم وغم دريوان ذهبوا جيجهن دريوان ذا الكفي. وإذا اغتسلوا من الثانية لم تشعث أشعارهم أبدا. والشافي دياجي فدخل بيقوان بيجن بوريوان نقبر جغل بينا تشتاق دوزن سوفات قورن بور دزن برا چلنگن كشتونا تشلن بنو أوكتنا جنة خذي تعالى. أيها الإخوة، وباب الجنة لن يفتح لأحد إلا أن يكون أول داخل إليها. من يدخل الجنة؟ من أول من يدخل الجنة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: آتي الجنة فأستفتح، أي فأستأذن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجه التامة هندي قابي جنته إذنه جد استلم بيقوم بيجن هو قابي خص قابي جنته خص فيقول الخازن: من أنت؟ خازن جنته أو البرقى في جنته بجتكي فيقول: أنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لقبين خير عز محمد عليه الصلاة والسلام. دبي عم جيجي مراهات جكا سرا فالنبم غيرته. أول شخص يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تعظيم وتكريم لقدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تعالوا بنا لنرى أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة. ورأم بنر إيهاني أدنى توري يكل جنة منزلي وشقاسي، وإيهاني توري منزل خذ تعالى جيرة شحاصر كريم. يجيء آخر رجل من أهل الجنة وقد نزل الناس منازلهم، فيقول له رب العزة ادخل الجنة، فيقول يا رب وأين أكون وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. إيهاني توري تالي يكتك في جنتي أو كان ماهي أدنى أهل الجنة منزلة. تدبي خذ تعالى لي درباس فالجنة خكف دبي يا ربي حر إنسانك شنو خبري، حر يكي جنة خبري تشتك جمرة نما. فيقول له رب العزة أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ خذ تعالى بيرا بيجي أو يهاري توري كامي أهل الجنة دبيت الرازي دبي أزقاس الملكي ملك من ملوك الدنيا أو رئيس الدنيا. شقص قصر قناغي خهبون، شقص خزمكاري خهبون، تقايل دبي قاس الملكي وي بتدم. فيقول رضيت يا رب أزي رازمة يا رب، بس أنت تتعامل مع الكريم، أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، خذ تعالى كريمة. فيقول له رب العزة قال لي مسلمانا ولك ذلك قاس ملك من ملوك الدنيا لك ذلك ومثله ومثله ومثله. شرطين خطران لملكي والدنيا شرف جنتي ذا. فيقول في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب، الرازبهم يا رب الرازبهم يا رب. فيقول رب العزة لك ذلك وعشة أمثالها ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فالتوري كامل جنتنا ده دربان لقاسم ملك من ملوك الدنيا ولك ما اشتهت نفسك دلتا تشخوش كرة وشاويتا تشكت بخص. أما أعلاها منزلة أيها الإخوة، أما أعلاها منزلة، اللهم اجعلنا من أعلاها منزلة وإن لم نكن من أهلها. لأنه حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بوتن فإذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس وإن لم تكن تستحقوها. وبيغمبر عليه الصلاة والسلام قل جنتي بخوز الفردوس الأعلى وهجر أمنا الياقي وجنتي بون أما برحمي خذ تعالى وجنتي كابنا أيها الإخوة. أما أعلاها منزلة يقول الله جل في علاه أعلاها منزلة أولئك الذين أردت أي اخترت ختمتم كرامتهم بيدي وأعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أو جنتي أعلاها منزلة من هم؟ هم أهل قيام الليل، هم أهل القرآن، هم أهل الصلاة، هم أهل الفقراء والمساكين، هم أهل الأيتام، هم الذين عرفوا الله. فأعلاها منزلة أو إيهانا خذي ناصكري أو إيهانا خذي قيام الليل، هم أهل القرآن أو خذي قرآن قلت لي واندرنا كثير. فأعلاهم منزلة فأعلاهم منزلة هم الذين اختارهم الله. خذي تعالى أو اختيار كلمة فرقتل. أيها الإخوة تعالوا بنا لنسمع أعظم أنهار الجنة. قرأ الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر
وآية خن. فسأله الصحابة وقالوا ما الكوثر؟ فقيل يا رسول الله ما الكوثر؟ كوثر يا رسول الله؟ قال نهر أعطانيه ربي حافتاه من ذهب وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت. بوقت آية خن پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیان جی پسکر گو یا رسول الله ما الكوثر؟ كوثر چیه؟ گو نهرك خود تعالى دای منه لمحمد عليه الصلاة والسلام ره هر كيلتي خوش زارن حصباؤها لؤلؤ والياقوت بني عم بيقومي خواه جزار وزفن مجوهرات. أما عدد آنيته عدد نجوم السماء. أو كاسير كيلكي آبي كوثره قاسي استيركي عزمانا ترد عليه أمتي يوم القيامة. كشكوي حولي كوثره فخوه أوج أمتي محمد عليه الصلاة والسلام. هم من هم أيها الإخوة؟ من هم الذين اتبعوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. هم الذين عملوا بالقرآن والسنة. ظنانا خذي أهل القرآن سنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وخذي قلت لي خذ القرآن إذا قلتن وسب سنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مشيان. أيها الإخوة لونه أشد بياضا من اللبن. أم بيجن جشير قوري ترى وأحلى من العسل جهن قلجي شرين ترى. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كي كاساك جوي حوضي كوثر ذخوي بعد ويبوي كاسة توتي نابي. فاللهم اسقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة لا أريد أن أطول عليكم ونختم بأعظم نعيم في الجنة. بأعظم نعيم في الجنة. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة. أيها الإخوة استشعروا معي هذه الكلمات لنعيشها بقلوبنا لا بأسماعنا. فكلامنا عن بيبيسن نبقي خبدلي خو عن بيبيسن قو عقرجي دلي ساغلن با والله لتقطعت قلوبنا شوقا إلى الجنة. والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ينادى مناد دنجك عزمان ذا تيوان تكتي خذي جنته فيقول يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. تبي يا أهل جنته خذي تعالى نسوزك دابوه كسوزي خونا جيه. فيقول أهل الجنة ألم يبيض وجوهنا؟ خذي تعالى بري صفتي مدور كري كين تشمده ألم يجرنا من النار؟ أريج حلمي دولا ما خص. ألم يثقل موازيننا؟ نيزني مجي قران كده كهي تشمده فيكشف الحجاب أو بردان ما بيني وان ربي فينظرون إلى وجه الله الكريم. فينظرون إلى وجه الله الكريم بردان ربي كادبن خذي تعالى دبن جتشلنجي خذي تعالى دبن سر جنتك يشكي أو تعمى جنة الكرثة وشغيت النوري خذي تعالى ببني تخذي ببني هجر بقل دل الساغلم بانا وقتی ما قرآن بخونده اما پیدا بفکری انا خذي تعالى مرة بيجي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ما تشوف الزرب وآية خان أم في تأثير نبوي. كم مرة قرأنا هذه الآية ولم نتدبرها أيها الإخوة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيش تقول صفتي قورة شننبن أو صفة أقول نري خلي تعالى نهيبي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم اكرمنا برؤية وجهك الكريم في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.